السلام عليكم، ايه الاخبار؟ شركه بيبسي منزله مجموعه من التدريبات الحلوه جدا في الموضوع، ان اي تخصص انت مهتم بيه هتلاقي له التدريب بتاعه. والحلو جدا برضو في الموضوع ان هتلاقي محافظات ما كانش بينزل فيها تدريبات برضو نازل فيها التدريب متوزع في الفروع بتاعه الشركه في كل المحافظات، وهتلاقي مدن برضو ما كانش بينزل فيها اي تدريب خالص برضو نازل فيها التدريب. فدي حاجه حلوه جدا. تعال نعرف مع بعض ازاي نقدم. طبعا زي ما قلت التخصصات كتيره جدا جدا، فاحنا هنرجع كده من الاول خالص. انا طبعا هسيب لك لينك البيج دي وانت خش عليها وعيش حياتك بقى، شوف انت انهي جوب فانكشن او انهي تخصص انت مهتم بيه، وبرضه في نفس الوقت شوف اقرب فرع ليك وقدم له، وهكذا. انا طبعا جبت من الاول خالص زي ما انت شايف R&D سبلاي تشين. طبعا اسيوط زي ما انت شايف ما كانش بينزل فيها، مش عارف دي طنجة، دي مش عارف فين بصراحة، بس هتلاقي مدينة برضو مش محافظة يعني. العمرية دي عندنا في اسكندرية. R&D و HR سمر انترنشيب طبعا انا دوست عليها. المهم هو هيجيب لك ال qualifications اللي هو طالبها، لازم سنة تالتة أو سنة رابعة strong communication skills in English، وهكذا. انت بقرا الحاجات دي، واي زي ما قلت اي تخصص انت مهتم بيه ادخل وشوف الكواليفيكيشنز المطلوبة او الحاجات اللي هي مطلوبة منك عشان تقدم او الشروط، وقدم عليها لو انت الشروط دي مطابقة عليك. هندوس على apply now، الكلمة اللي كانت فوق دي، وهيجي لك الخانة دي هنا هيقول لك حط الايميل بتاعك. ركز في كل حاجة انا بعملها عشان لو سقطت خطوة معينة ما تجيش في الكومنتس تقعد تسأل ده راح ليه وده جا ليه وهكذا. انا طبعا حطيت الايميل وادوس على كلمة اي اكسبت من هنا اهي، علامة صح، فكلمة نيكست ظهرت معايا، هدوس عليها. هتظهر معاك البيج دي. اول حاجة هنا هو بيقول لك حط الريزومي بتاعك بماكسيموم 5 ميجا بايت. طبعا انت لو حطيت اعلى من كده هيظهر لك كده ايرور وشوية حاجات كده ايه مالهمش لازمة. طيب وبعدين حضرتك بقى هتحط على من ماي كمبيوتر، هتختار من هنا من ماي. انت طبعا كده كذا ما قلت لك انت هتحط السي في بتاعك هنا بقى. اول ما انت تحط السي في بتاعك الحاجات دي كلها هتتملى اوتوماتيك اصلا، بس انت عشان انا ما حطيتش السي في فبالتالي هكمل انا مع نفسي. هنا هتحط الايميل ماشي، فاحنا مثلا هنقول الايميل زي ما قلت، هناخد ده كده كوبي، نحط الايميل هنا. وهنا هتحط الباسورد زي ما قلت لك قبل كده، حرف كابيتال حرف سمول وحرف الات، وبعدين تحط انت ايه باسورد زي ما انت عايز. وهنا ري انتر باسورد برضه حرف كابيتال حرف سمول علامة الات، و بتاع ده ارقام زي ما انت عايز. الفيرست نيم حط اسمك انت الاولاني، وهنا اللاست نيم اللي هو اسم العيلة. تمام. وحتة الايميل كده كده هتلاقيها محطوطة لان احنا حاطينها في الاول. preferred language اختار انجلش. تمام. طبعا خلي بالك لان التدريب ده هيبقى فيه انترفيو بالانجلش وانترفيو قوي جدا، فبرضو خلي بالك من الجزئية دي. فون كانتري كود انت طبعا اختار ايجيبت. هنا مفتاح البلد فاحنا هنختار ايجيبت مصر. وهنا التايب يعني التليفون بتاعك ده تليفون البيت ولا تليفونك انت، فاحنا هنختار موبايل ونحط ان هو تليفونك انت. 0100 مثلا مثلا كده. والادرس اللي هو العنوان احنا طبعا هنختار ان ده عنوان البيت، وهتكتب عنوانك هنا الاولاني والعنوان هنا التاني. وهنا طبعا السيتي اللي هي المدينة، فمثلا هكتب الكسندريا. والبوستال كود ده اللي هو كود اللي اسمه ايه رمز البريد للمنطقة بتاعتك. فانا هنفترض مثلا يعني مثلا انا في مصر الجديدة، فهكتب الرمز ده في جوجل، ها، الرمز البريدي لمصر الجديدة. تمام. وهنسرش هيظهر معاك اهو مصر الجديدة وده الرمز البريدي. هتلاقي شوية حاجات تحت خالص، ده طبعا اقتراحات لمدينة تانية. بس المهم ده افضل موقع بصراحة، اللي هو EGXA. ده افضل موقع بيجيب لك اي رمز بريدي في اي مكان في مصر. انت ممكن برضه تكتب اسم المنطقة بتاعتك هنا وهيجي ماشي اهو، مثلا بريد هتيوبلس مصر الجديدة. هختاره هاخده كوبي، وهاجي هنا في البوستال كود الرمز البريدي واحطه بيست. وهنا كانتري اللي هي الدولة، فاختار طبعا مصر، انا بكتب بالعربي ايجيبت وكده. الستيت اللي هي المحافظة، طبعا مفيش غير القاهرة للأسف، فاحنا هندوس عليها. بس ده مش معناه ان انت هتتدرب في القاهرة. انت خلاص طالما ظهر لك القاهرة، بس ده مش معناه ان انت هتتدرب في القاهرة. تمام. فهندوس على سبميت بروفايل. هو بيحمل كده يا جماعة، ما تنسوش بقى ايه تخشوا تعملوا لايك، عشان اللايك ده بيخلي الفيديو يظهر لناس اكتر والاستفادة تبقى اكتر.
هنا بيسألك سؤال بيقول لك ايه، هو انت اكتر من 18 سنة او اكبر من 18 سنة؟ طبعا هندوس يس وهندوس على سبميت. ظهر معاك الحتة دي، تمام. المهم طبعا هو بيسألك هنا بيقول لك هو انت الوظيفة اللي انت مقدم عليها دي موجودة في تشاينا اللي هي الصين، فطبعا هقول نو وهدوس على كلمة submit. بس كده هيجي لي ان انا قدمت على الوظيفة خلاص، تمام. اهو ظهر لي الوظيفة الجوب ديسكريبشن وهكذا والكواليفيكيشنز والريسبونسابيلتيز، وفي الاخر خالص your application was submitted successfully، يعني الابلكيشن بتاعك اتبعت بنجاح. طيب تعالى نفتح بقى الايميل بتاعنا تاني، تمام. انت لما تفتح الايميل هتلاقي ايميل جالك مكتوب اسمه ايه verify your email address، يعني اكد الايميل او البريد الالكتروني بتاعك. هتفتح الايميل هتلاقي الخانة دي مكتوب ايه confirm my account، هتدوس عليها. طبعا دي ملهاش علاقة بالتدريب، هو ده بس انت بفيريفاي الاكونت بتاعك بحيث ان هو ما يقعدش يومين 3 ويتقفل، يعني انت طبعا ما اكدتهوش. ايميل فيريفيكيشن سكسيد، وخلاص كده هو يعني اتأكد. هترجع تاني ل welcome page، او هترجع تاني للخطوة الرئيسية بتاعتنا اللي احنا كنا فيها. فهدوس هنا او ارجع تاني لللينك اللي تحت الفيديو واختار. ماشي، احنا كنا مقدمين المره اللي فاتت على ايه؟ كنا مقدمين على HR، فهنيجي مثلا المره دي بقى هنقدم على سيلز سمر انترنشيب. هندوس على ابلاي ناو. انت عادي تقدم على اكتر من تخصص، وعلى فكره هيبقى كلهم نفس الانترفيو. بص ظهر لك ايه؟ ظهر لك الخانه الاخيره خالص، اللي هي يعني بعد عن المعلومات بتاعتك اللي انت كده كنت حاططها مره واحده، والسؤال اللي هو بتاع انت اكتر من 18 سنة برضو، ده تبع المعلومات بتاعتك. طيب طبعا هو هنا بيسألك نفس السؤال، انت شغال او الشغلانة اللي انت مقدم لها دي في الصين؟ فاحنا هندوس نو وهندوس على كلمة submit. برضو هيقول لك job submit successfully. بس كده خلاص. انت بقى عايز تقدم بقى قدم على كل اللي انت عايزه، يعني اي حاجة في التخصص بتاعك قدم عليها، اي حاجة. طبعا ما تكونش حاجة طبعا بره التخصص بتاعك، عشان يعني مش هيحصل حاجة يعني، بس انت كده كده هتترفض، يعني مش هيجيلك انترفيو ليها. وهكذا هتلاقي في مجال السيلز، هتلاقي في المجال السبلاي تشين كوميونيكيشن والفاينانس والماركتينج، يعني حاجات كلها ايه لطيفة. قدم زي ما انت عايز وفي المكان اللي انت عايزه وخلاص. هتستنى بقى، هو طبعا هيبعت لك ايميلات كتيرة جدا ان انت كل شوية ان انت job was submitted او احنا received الابليكيشن بتاعك، او we are received your application. تمام. بص بقى هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الخطوه الاولى هي الابلاي، انك تقدم على الشغل، تمام. احنا قدمنا على الشغل. الخطوه الثانيه هم بيعملوا سكريننج اللي هو بيفلتروا يعني الايميل بتاعك ويشوفوا لو انت تمام مؤهل، تمام بتخش الانترفيو. مش تمام خلاص انت بيبعت لك ايميل للرفض، تمام. ماشي، هتخش الانترفيو. بعد الانترفيو على طول حتى لو انت اتقبلت هيجي لك اوفر، اللي هو طبعا المفروض هنا الاوفر ان انت لو انت مقدم على شغلانه، لكن هنا مش شغلانه يعني، بس هم هيعرفوك ان انت تمام موافق انك تنزل معانا التدريب يوم كذا في الفتره كذا ولا لا، وتتوكل على الله تنزل التدريب بتاعك، تمام. اتمنى اكون فدتكم. متنسوش اللايك، متنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يلا بالتوفيق لكم ان شاء الله.